هو طبعا في تغييرات كثيره جدا في نادي انبي، تغييرات بسبب الايقاف اذا كان مانو، تغيير كمان بسبب الاصابه بالنسبه لعبد الظاهر السقا. عبد الظاهر السقا في انبي طبعا. احنا بنتكلم على انبي. على انبي اوكي. فطبعا كل الموضوع ان هو اتغير بشكل كبير جدا، ونظرا برضه لقيمه نادي المقاولين في وسط ملعبه. فريق لا يقبل اهداف الا قليل جدا، ويمكن من ضربات ثابته فقط لا غير، نظرا للنظام الموجود اللي موجود في نص الملعب وفي خط الدفاع. النواحي الدفاعيه في نادي المقاولين عشان هو ده اللي ناجح كده، نازل براسين حرب احمد رؤوف وعبد الظاهر السقا، لازم يضغط عليه. احمد عبد الظاهر احمد عبد الظاهر احمد عبد الظاهر السقا بره. شفت انت مسكتني في واحده ولا مسكتك في واحده؟ كده لا اثنين. طيب ماشي، مش هفوت لك، خلي بالك. بص، هو كل الموضوع طبعا ان النواحي الدفاعيه في نادي المقاولين فيها تنظيم عالي جدا. لازم ضغط عليهم من الحته اللي قدام برؤوف وعبد الظاهر. في موضوع عادل مصطفى ان هو هيلعب بطريقه 4-3-1-2، لان عادل مصطفى هيكون له دور كبير جدا النهارده في العمل مع محمد النني، لان النني من اللاعبين الممتازين جدا، وانا في رايي هو نقطه الارتكاز ومحوري وامداد لعيبه المقاولين في نص الملعب، والقدره على القياده كمان مع انه لعيب صغير، ولكن لابد من رقابته في الثلث الامامي لنادي المقاولين عشان يقدر يوقف نواحي هجوميه عاليه جدا. التحرك غلق المساحات لازم تكون موجوده من نادي انبي، اذا كان على قلبين الدفاع فهيم وصبري في عدم الانسجام اللي ممكن يكون متواجد في ظل اصابه السقا وعدم وجود مانو. نفس الموضوع كمان الدور الكبير بتاع العشري وبتاع صبحي وشعبان، 3 لعيبه في نص الملعب. تمام. تحرك لاعب الوسط بالنسبه لنادي انبي انا شايف ان هو تحرك ممكن يكون في نواحي دفاعيه شكل كويس جدا لرقابه بعض مفاتيح اللعب في نادي انبي زي محمد عادل وزي علاء كمال ومحمد الننمي من ثلث ملعب نادي المقاولين. النقطه الاهم وهي تقارب خطوط نادي انبي، مهم جدا عشان ما تفتحش مساحه لكبيرو، ما تفتحش مساحه لمحمد صلاح اللاعب المهاري بشكل ممتاز جدا، بالاضافه طبعا ان انت ما تسيبش فراغات لعادل والنني كصناعه لعب في وسط الملعب. تمام. النقطه الاهم وهي ان طريقه 4-2-3-1 يا كابتن كريم بتحتاج لحاجه معينه، لازم يكون فرقه في 35 متر من خط دفاع كابتن زيزو لغايه راسين الحربه، لازم يكون الفرق بينهم في 35 متر لما يكون في الناحيه الدفاعيه، يعني 35 متر من الخط الامامي للخط الخلفي عشان ما يسيبش ولا ربع مساحه لفريق زي فريق المقاولين. فرق بين انبي والاسماعيلي مع المقاولين، الاسماعيلي لا يجيد الادوار الدفاعيه اطلاقا. الاسماعيلي بيلعب ب2 ارتكاز، كان احمد خيري وحسني عبد الله منهم واحد امامي على طول لحسني عبد الله يعني خيري، يعني الكثافه العاديه في النواحي الهجوميه لنادي المقاولين في الهجمه المرتده كانت اعلى بكتير جدا. كابتن مختار النهارده عامل حاجه، منزل 3 لاعبين ارتكاز، صبحي كلاعب سريع وجراي، نفس الموضوع كمان عندك نادر العشري ومحمد شعبان كلاعب 3 اقوياء وسرعات ويمكن برضه عندهم نوع تكتيكي بشكل كويس جدا. عاوز يمكن اجيب الشاشه لما تيجي علينا، يمكن حاطط حته مثلثات بالنسبه لخط وسط وخط دفاع فريق الانبي، بمعنى ان لازم يكون في مثلث على رجب اسامه رجب وفهيم موجود من العشري، مثلث ثاني من محمد شعبان على فهيم ورامي في العمق الدفاعي عشان موسى كبير ومحمد صلاح، مثلث ثالث موجود من صبحي على رامي صبري على محمد ناصف يكون موجود في الخط الخلفي. ليه؟ عشان ما يفتحش مساحات اللي اشتغل عليها فريق المقاولين بشكل ممتاز وبشكل شرس على النادي الاسماعيلي الذي لا يجيد الادوار الدفاعيه. دي يمكن الطريقه اللي هينتهجها 4-2-3-1 على عكس المباراه السابقه مباراه الاهلي لعب 4-1-4-1. المباراه الثانيه بتاعت اتحاد الشرطه هو فريق ملتزم جدا فنيا وتكتيكيا وبيلعب بادوار دفاعيه بشكل كويس، عشان كده برضو ما لقاش المساحات او الفراغات اللي اشتغل بيها. دور راسين الحربه النهارده واحد ممكن يكون على الناصف على باسم علي او علي فتحي، ليه؟ علشان يقدر يوقف جبهه من الجبهات، والواحد الثاني ممكن ياخد دور دفاع في نص الملعب يزود في حاله مش ما حدش يزيد من العمق بالظبط عشان يعمل كثافه عاديه على وسط ملعب انبي. عاوز اجيب بس الشاشه يعني لو على انبي ولا ايه؟ لا على انبي. لو خدنا الشكل دوت هنلاقي هنا في رجب قدامنا، في مثلث ممكن ينزل من 10 تحت هنا، وهنا مثلث شعبان على فهيم ورابي، وهنا مثلث موجود من صبحي على رامي دي هتضمن لنادي الانبي عدم تواجد مساحات بشكل كبير جدا جدا على فريق انبي، وخاصه ان الكابتن مختار يعلم جيدا ان صناع اللعب والمهاره الفرديه والامكانيات الفنيه للهجمه المرتده لفريق الانبي المقاولين بشكل كبير جدا عن طريق باسم علي او علي فتحي ومحمد عادل. نفس الموضوع للنني، انا بعتبره قلت لك يمكن قائد فريق المقاولين على صغر سنه، ولكن يبقى اللاعب المحوري الاول في الوقت الحالي فريق المقاولين. طيب وممكن احنا نتكلم عليه قبل بدايه الشوط الاول. بص يا كابتن، يمكن كاتب 3-4 نقاط بالنسبه لنادي المقاولين يمكن هي يتميز بها نادي المقاولين. اولا عنصر الانسجام للفريق، الفريق الوحيد هو حرس الحدود اللي لاعبين نهايه الموسم بنفس التشكيل لاعبين بدايه السيزون. مظبوط، عشان كده هتلاحظ ان الفرقه منسجمه بشكل كبير جدا بالتحركات. تمام. 2 الخبره اللي اكتسبها لعيبه صغار زي النني وزي علي فتحي وزي محمد صلاح اضافت كتير جدا لشكل واداء نادي المقاولين في مشواره في الكاس كخبره وكقياده فريق. نسبه الاستحواذ، مفيش فريق في الوقت الحالي
في كاس مصر في السيمي فاينل بيعمل نسبه استحواذ زي عمال نادي المقاولين. عنده هجمه مرتده سريعه ولكن عنده نسبه استحواذ. ليه؟ عنده 3 لاعبين زي علاء كمال كويس جدا في الاستحواذ، النني، محمد عادل، ودول اللعيبه اللي بيقدروا يعملوا نقل الهجمه او يبطئوا الهجمه زي ما هم عاوزين. فريق بيملك مجموعه حلول واعتقد برضه ان هي ممتازه جدا. الاولى عنده الاختراق من العمق وشفناه في ماتش الاسماعيلي موسى كبيرو. ثانيا لعب على الاطراف من باسم علي وعلي فتحي ممتاز جدا. ثالثا صناعه اللعب، بالاضافه ودي نقطه مهمه جدا التسديد. ارجع لهدف المقاولين، تسديد ثابت علاء كمال ممتاز جدا، تسديد متحرك كبير برضه ممتاز جدا. لو اتساب نص متر بيقدر يخترق ويعمل الاختراق، يعني لو اتساب له مساحه عندهم حلول هيشوط على كويسه طول. جدا. وسط ملعب يجيد التحرك بشكل ممتاز اذا كان تكتيكي او مهاري، مع عنصر التنظيم ب5 لاعبين، صلاح والنني وسماره وعلى كمال وعادل وسايبين كبير لوحده. انت عارف عامل زي القطر عمال يهد في اي حد في الحته اللي تحت، ودي من الامور الجيده جدا بشكل ممتاز. بس موسى كبير السنه دي مستواه زاد يا كابتن زيزو وكابتن خالد، يعني افضل من السنه اللي فاتت. عارف ليه يا كابتن كريم وكابتن زيزو؟ لان في نهايه الموسم كان كويس، ولعيبه المقاولين زادوا خبره وزادوا نضج، واعتقد ان هم اصبحوا مميزين في عمليه صناعه اللعب. اضافوا كتير جدا لموسى كبير واحنا ما عندناش وقت، بس هي طريقه ممكن تكون من 4-1-4-1 ل 4-3-2-1-2 اللي هم سماره ومحمد صلاح وكبير قدام. دي برضو في الامور الدفاعيه. هجوميا هم 4-3-3 حسب ما يكون شكل اللقاء بالنسبه لنادي المقاولين.